السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. يلا نبدأ كلامنا بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. المرة دي عندنا وصفة حلوة وجميلة في نفس الوقت، وأحلى وأجمل فطار هتعمليه كل يوم. اليوم تاخدي طبق جميل كده وتفطري بيه كده بأحلى من أنواع الفطار، هو البليلة باللبن أو العشاء الاقتصادية اللي بيقولوا عليها. أول حاجة هنعملها هنجيب غلة زي ما احنا شايفين كده. أول ما نجيب الغلة ناخد الغلة ديت ننقيها كويس، يعني فيها طباية، فيها حبة غلة كده مش نضيفة مخرومة، تخلي بالك من نظافتها أهم حاجة. وبعد ما تنقيها ننقيها مع بعض كده، أنا بوريك أنا بالظبط أنا عملتها ازاي قدامكم يعني. أول حاجة جبت الغلة كده، جبت كيلو غلة كل نص لوحده، وبعدين فضيته كده ونقيته زي ما احنا شايفين. اول ما نلاقيه يعني غلاية مش نضيفة، يعني تشيليها طوباية تشيليها كده يعني. وبعد ما ننقيها مع بعض كده، وبعد ما ننقيها هنيجي مفضيينها في حلة. دي اول حاجة. تاني حاجة برضو تاني كيس، احنا اتفقنا ان هو كان كيسين، تاني كيس برضو هيتنقى برضو زي الاولاني بالظبط. وبعدين ده اللي هيطلع من النقاوة، يعني البلالة البايظة الوحشة الطوباية اي حاجة مش نضيفة في قلب الغلة اللي احنا هنعملها مع بعض. وبعدين نفضي تاني حاجة كده في الحلة، وبعدين تتغسل في مية جارية، يعني تغسليها مرة واتنين وتلاتة. شايفين المية بتاعتها بيضة وجميلة ازاي؟ لازم تكون المية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين اول ما نحطها على النار تغلي، بعد ما تغلي تطلعي تريم ولا حاجة تشيليها، وبره برضو تقلبيها تطلعي تريم برضو تشيليها. دي بعد ما استوت معانا، دي درجات السوا لازم تتابعيها. بس يعني اللقطة ديت ما اتصورتش معايا، دي تخلي بالك درجات السوا دي مهمة جدا، لازم تخلي بالك منها. وبعدين اول ما تستوي هتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تيجي مقلباها، عايزه حبه ميه، حسيت ان هي عايزه حبه ميه تحط لها شويه ميه وتقلبيها. تاني حاجه هتجيبي اللبن، ده نص كيلو لبن، حطينا عليه معلقتين نشا والسكر حسب التحليه. وبعد كده تحطي البليله، تيجي مفضيه البليله وتقلبي. وتبقى السكر حسب التحليه زي ما انا قلت لك، يعني حسب ما انت عايزاها حلوه قوي تحطيها، عايزاها مش حلوه قوي حسب ما انت عايزاها تحليها يعني. وبعدين تقلبيها كده، تفضلي تقلبيها لحد ما تبتدي تغلي معاكي، تعمل بقبقه كده او تغلي يعني كده. وتخلي بالك برضو من درجات التسويه تكون مهديه عليها النار. تفضلي تقلبي كده لحد ما تبتدي تغلي معاكي. شايفين درجات السوا انا ماشيه معاكم واحده واحده ازاي؟ اول ما تبتدي تغلي معاكم كده، تيجي مطفيه على مقلباها وتيجي مطفيه عليها النار. هتبتدي تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هي ديت البليله باللبن، هي الوصفه بتاعتنا بتاعت المره دي بتاعت النهارده يعني. وبعد ما تستوي نشيلوها، وبعدين تفضيها في طبق التقديم. دي احلى بليله بلبن عملتيها في حياتك، جميله جدا وطعمها ولا فوق الخيال. واحلى فطار ليك يا بليله كل يوم. كل يوم تاخدي طبق جميل كده واولادك برضو تفطروا بيه كلكم كده، احلى فطار ليكي يا بليله. اتمنى لو الوصفه المره دي عجبتكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبالهنا والشفا.